انا متبري منه من زمان، ماليش دعوه بيه. طيب يا حاج، هو انا مش جاي اتهمك بحاجه. انا كل اللي عايز اعرفه اذا كان جالكم من قريب شفتوا حاول يتصل بيكم. لا، احنا بقالنا فتره كبيره قوي ما بنشوفوش. ايه الشنط دي؟ انتوا كنتوا مسافرين ولا ايه؟ ايوه مسافرين، كنا رايحين نزور ناس قرايبنا في الشرقيه، يعني نقضي معاهم كام يوم كده. في الشرقيه؟ طب انا هستأذنك ابص بصه بس. الواد نازل عليكم. اثبت يا معتصم مكانك. اثبت بقول لك. انت يا ابني مفيش فايده فيك، يعني واخد معاك القوه وفي الاخر تطلع لوحدك. طب افرض الواد كان حضنك ونط بيك، كنا هنعمل ايه ساعتها؟ هو انا يعني كنت اعرف ان هو كان متلقح فوق يا فندم؟ يحمد ربنا ان في ناس شافوا الواد وهو بيرمي نفسه، كان زمانك لابس التهمه وكناش هنخلص. الحمد لله حصل خير. استاذن سعادتك بس اشوف جلال وصل لايه. شوف. يا جلال، فتحت التليفون بتاع معتصم؟ لسه والله يا فندم. استني ايه يا جلال، ما تنجز وافتح لي التليفون بسرعه. الله، انا عايز رقم عثمان ده يبقى معايا. حاضر يا عمر بيه. اتفضل يا بيه. حاضر. بقول لك ايه يا عمر، انا شايف انك تروح بقى. انت معاك عربيتك؟ لا، العربيه عند البيت. ونور كمان عند اختها النهارده، فلازم اروح اجيبها. بصراحه يا فندم انا حاسس اني محتاج استريح شويه بعد الهرتك اللي حصل ده. حقك طبعا. طيب روح نام وبكره نكمل ان شاء الله. يلا. على اذن سعادتك. اتفضل. العريس وصل. اتحرك. الله يرحمك يا فؤاد. بس يا صلاح، انا هشتري شويه حاجات واتمشى لحد البيت. ارجع انت على القطاع. ايوه يا جلال. احنا فتحنا تليفون معتصم ولقينا رقم متصل بكتير. طب عظيم قوي الكلام ده. ابعت لي بقى الرقم بسرعه وحدد لي مكانه فين. احنا حددنا مكان الرقم بالفعل، والمكان في نطاق مصر الجديدة. ايه؟ في مصر الجديدة يا فندم. في حاجة؟ الحراسة في طريقها للبيت يا عمر، ما تقلقش. وإن كان أنا رأيي يعني إنك تنقل محل إقامتك أنت ومراتك وابنك لمكان تاني خالص. انا متشكر جدا يا فندم، بس بعد اذن سعادتك تعفيني. يعني انا ما افضلش اني اغير مكاني عشان خاطر بني ادم. بقول لك إيه يا عمر، أمنك الشخصي ما فيهوش هزار. وبعدين ابنك مين اللي هيربيه؟ وما ينفعش ان احنا ندخل اهالينا في الحرب دي باي شكل من الاشكال ونعرضهم لاي خطر. تنقل فورا لبيت امن انت واسرتك، ويتعين عليه حراسه
مفهوم يا شريف؟ تعليمات سعادتك يا فندم. اسمع كلام يا عمر، ده احسن حل دلوقتي. تمام سعادتك. طب يا فندم، بالنسبه لموضوع الجزيره، راي حضرتك ايه؟ انا عايز اسمع رأي عمر الاول ورأيك انت كمان. والله يا فندم انا شايف انه لو بلاغ حقيقي يبقى بيخلص على حد من رجالته كالعاده، حد ما بقاش ليه لازمه. وانت يا شريف؟ احنا يا فندم بدأنا تحريات فعلا، وبناء على التحريات دي هنبدأ نتحرك ان شاء الله. تمام، يبقى اديني النتائج اول باول. تعليمات سعادتك يا فندم. هو احنا رايحين فين يا شيخ؟ رايحين بيت جديد ان شاء الله. يلا توكل على الله. مش فاهمه، يعني احنا كده حياتنا في خطر؟ خطر ايه بس يا نور؟ بعد الشر مفيش خطر ولا حاجه، احنا بنعمل ده تأمين عادي. عمر والنبي ما تضحكش عليا، انا مش عياله صغيره. قول لي الحقيقه وانت عارف ان انا طول عمري في ظهرك. الحراسه اللي بره دي وتغيير البيت عشان احنا في خطر. يا ست البنات، كل الحكايه ان احنا لقينا ورقه مع واحد من اللي احنا قابضين عليهم، ورقه عاديه. الورقه دي مكتوب فيها عناوين ضباط كتير، منهم عنواننا وعنوان شريف بيه كمان. فكل اللي احنا بنعمله بس انه احنا احتياطي، يعني هنغير المكان مش اكتر. اسبوع واحد بالظبط وهنرجع البيت تاني. وبعدين يا ستي اعتبري نفسك في اجازه. نور، انا عمري ما هسمح ان في حد يقرب لك او يقرب ليوسف. اطمني. طيب كويس ان انت طمنتني علينا، بس انا بقى مين يطمني عليك انت؟ يا ست كل ما انا كويس وزي الفل اهو. يا عمر وحياتي عندك قول لي الحقيقه. انت فاكر ان انا مش حاسه بيك؟ انت من يوم ما مسكت القضيه دي وانت واحد تاني. عمر انا مراتك ومن حقي اعرف الحقيقه، من فضلك قولها لي. حاضر، هقول لك. عارف يا شريف، الواد اللي هناك ده هو اللي هيطلع ورا كل حاجة. اشمعنى؟ عامل لي فيها كده طيب ومساتن، بس صدق أمك هيطلع هو ورا كل الحاجات دي. عمر أمك قالت لك حاجة وطلعت غلط؟ بصراحه لا، والله بفكر اعمل لك انتداب عندنا في القطاع، تيجي تحل القضايا اللي عندنا دي كلها. ما هو لو أنا حليت كل القضايا اللي هناك نص زمايلك هيمشوا من الشغل، وده حرام يا ابني، احنا مش قطاعين أرزاق، خليهم ياكلوا عيش. سلام عليك وعلى الطيبه اللي انت فيها دي، طول عمرك حنين يا قمر. حنينة بس زهقت منك. ليه كده؟ انا عملت ايه؟ نفسي تتجوز بقى يا شريف، وتجيب لي واحدة كده اقعد اناكب فيها ليل ونهار. هو انت يعني عشان تنبسطي تنكدي عليا انا؟ اهي على الاقل هتعمل لنا الشاي عشان ما يفوتناش حاجة من الفيلم. لا ما تقلقيش، انا هجيب لك كاتل هنا جنب التلفزيون ده تعملي فيه الشاي عشان ما تروحيش في حته. كنتي ولسه مش عارف قبضوا عليه ازاي، ومش ضامن هيتكلم يقول ايه. ان شاء الله مش هينطق. معتصم بيخاف عليك يا شيخ. استغفر الله. ولو على البيت احنا دهنا زيت في كل حته، واكيد مش هيلاقوا بصماتنا زي ما انت قلت. يعني قبضوا على معتصم، موتوا فؤاد، وانت عارف مكانه. استغفر الله. ممكن تقولي لغايه دلوقتي ايه اللي مخليك ما تاخدش بطار فؤاد؟ انت بتصنطي علينا يا مروه؟ قلت لك قبل كده طول ما انت على ذمتي لا تفكري ولا اسمعك بتجيبي سيرة اي راجل تاني ميت او حي، لان المرة الجاية رد فعلي مش هتحبيه خالص. اتفقنا؟ يلا خش جوه، يلا خش جوه. اهلا، ازيك يا شيخ حسان؟ الحمد لله يا شيخ حسن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.
شيخ عثمان، شيخ عثمان يا اخوانا. مفيش فلوس؟ يعني ايه؟ يعني الدنيا مقلوبة من بعد آخر الغزوة. كله مقرر إن إحنا نهدى شوية ومحدش عايز يدينا فلوس. ايوه بس احنا محتاجين فلوس كتير عشان نشتري سلاح. العملية اللي بنجهز لها مش بسيطة. أنا بحضر حاجة هترج العالم كله بإذن الله. حاجة ما تقلش عن اللي حصل في الأمريكان في 11 سبتمبر. أنا معاك يا شيخ عثمان، أنا معاك والله، بس نعمل إيه؟ طيب نأجل؟ ما ينفعش، ما ينفعش نأجل يا شيخ حسان. العملية ميعادها اتحدد والشباب جاهز وكل واحد عارف دوره ايه. طب بقول لك ايه، لو عملنا شوية عمليات صغيرة اليومين دول تقدر تلم لنا عليهم فلوس؟ لو طواغيت كتير وقعوا أوعدك أقدر. يعني مفيش حل. طيب أنا راصد شوية أهداف صغيرة كده ممكن نخلي الشباب ينفذوها، ولا أقول لك ننفذ إحنا بإيدينا أحسن برضه. تفتكر إيه اللي خلاه يبلغ عن المشتل؟ هنعرف دلوقتي.